من كام يوم طلع فيديو افتحوا لنا الحدود ونمشي. عايزك تسيبنا ونمشي؟ افتح لنا الحدود نسيبها ونمشي. وانا عايز اقول له في الفيديو ده ان هحكي له على اوحش حدوته عن السفر. تقريبا انا بيجي لي رساله كل يوم من شباب عايزين يهاجروا. عايز اقول لكم ان امريكا واوروبا والخليج وكندا مش جنه، وحط ايدك على اي حته في الخريطه وهتعرف ان الهم واحد في كل حته. هناك مش هتلاقيهم واقفين في المطار مستنيينك بالورد ويقولوا لك اتفضل البلد واقفه عليك. هم عايزينك تدخل البلد بطريقه شرعيه وورق كتير وشهادات صحيه وامتحانات لغه، وقبل الورق ده كله يكون عندك خبره. طبعا لان العالم كله بيقدم على شغل في المنطقه دي، فاللي عايز يسافر وما عندوش اي حاجه من دول وكل اللي في باله ان يبيع حته الذهب بتاعت امه او شويه فلوس محوشها وكل حلمه يعدي الحدود ويهاجر، مفيش حاجه في حياته هتتغير. بالعكس ده هيحط هم على همه علشان يفضل غير شرعي ومستخبي ومتطارد طول الوقت، زي اللي عدى البحر وراح اليونان وفضل مستخبي في مزارع العنب سنين، وصاحب المزرعه يفضل يشغله باي ثمن ويتحكم فيه وما يقدرش يفتح بقه. والا ما تشوفش بس اللي نجح بره بلده، شوفه نجح ازاي ودفع ايه من عمره. ما تسافرش عشان انت ساخط على نفسك والوضع اللي انت فيه ومش طايق روحك. عارف محمد حسن النمر الاسود او محمد صلاح وكل مثال لكل مصري جدع نجح بره عندهم قصه مرمطه تشيب. فلو هم مش مخططين كويس قوي وشايفين هم مسافرين ليه وعارفين ان هم هيدفعوا ثمن غربتهم دم، ما كانوش عملوا حاجه بره. وخلينا اصدمك ان الرقم اللي هتاخده بره يا دوبك قد احتياجاتك البسيطه هناك، لانك مش هتدفع حاجه بالجنيه، لا وكمان هتسكن مع 5 وهتمشي كتير جدا بدل ما تركب مواصلات عشان توفر، وغيرها من حكاوي التقشف الكتير اللي انت عارفها كويس. صدقني كل حاجه عايزه مجهود، هنا او بره مش فارق. اللي فارق بجد ان محدش هيحقق لك حلمك. لو عايز فرصه اخلقها وما توقفهاش على شخص او فلوس او بلد بحالها. وحقيقي عايز اسمع رايكم في الموضوع ده، ويا ريت كل اللي سافر يحكي لنا عن ثمن الغربه اللي بيدفعها او دفعها.